نستمع إلى حكم البابا مجددا من دبي، وهو كاتب سوري طبعا تعرفه. سيد حكم، كيف تقيم في هذا السياق الأداء الإعلامي للوسائل الإعلام الرسمية السورية؟ أنا أعتقد أنه الأستاذ أحمد حاج علي هو أدرى بالأداء الإعلامي، وهو متضرر منه وهو خارج عنه. والإعلام السوري ما في وسيلة إعلامية بتستضيفه للأستاذ أحمد، لأنه بيحكي 3% خارج التغريد السر بالإعلام الرسمي الذي تديره أجهزة الأمن. أنا بس بدي أسأله الأستاذ أحمد عدة أسئلة من السيناريوهات اللي تقدمت من بداية الأحداث والانتفاضة حتى الآن. عدة سيناريوهات. في مهندس مصري اعتقل على أساس أنه جاسوس، وطلع على التلفزيون السوري أنه جاسوس لإسرائيل، واعترف على الشاشة أنه كان يصور وياخذ ثمن الصورة كذا 100 جنيه، وبعدين أفرج عنه. طب ما حدا برر للناس ليش صار هذا الشيء؟ في قصة الأسلحة اللي وجدت بالجامع العمري بدرعا ثم نسيت، ما حدا قدم رواية عنها. في البارحة على قناة الدنيا طلع خبر أنه في مجموعات مسلحة تقيم حواجز وتشعل إطارات في درعا وتضرب قوات الشرطة بالحجارة. هل من المعقول مجموعة مسلحة تضرب قوات الشرطة بالحجارة ومع سلاح؟ كيف مجموعات مسلحة؟ هي اسمها بالإعلاميا هدول محتجين منتفضين وليسوا مجموعات مسلحة. في سيناريو طلع تحضيرات بندر بن سلطان والقرضاوي ليوم الجمعة بسوريا، ووجدت في مجموع ضم خلطة الحقيقة هي أقرب لكوكتيل الفواكه منه للدراسة أو لنظرية المؤامرة. بضم بندر بن سلطان، الشيخ القرضاوي، محمد بن زي أمير بدولة عربية ما حأذكر اسمه بالدولة اللي أنا عم أحكي منها، وغسان عبود صاحب قناة أورينت، وأنا وبسام بلان. وأنا بعتقد إنه هدول ما في شيء بيجمعهم بالعالم، وإذا اجتمعوا على طاولة وحدة بعد 5 دقائق بيختلفوا على لون عيونهم. ما في أي شيء بيجمعهم. في سيناريوهات الحقيقة مضحكة عم تصير كلها بترتيب أمني، وأنا بعرف مين اللي عم يرتبها. رئيس تحرير أجهزة الإنترنت بسوريا اللي هو اللواء حمد بمخابرات أمن الدولة. أنا لما اعتقلني 48 ساعة وكتبني تعهد إنه ما أكتب بالشأن السوري، فأنا لي 4 سنين ما بكتب. سمعته كيف بيحكي مع مدير شامبريس ومدير مدير الداماس بوست ومديرة المواقع، كان عم يحكي قدامهم معي ليفرجيني سطوته. هذا الرجل هو الذي يقود هذا الإعلام الغبي في سوريا، الإعلام الذي يسيء للسلطة أكثر مما يخدمها. نعم. هي سيناريوهات يا أخي، هن كلهم معترفين أنه الدراما السورية هي الدراما الأولى عربيا، يعني يجيبوا كاتب سيناريو من الدراما السورية يخترع لهم طيب أستاذ حكم، يعني